ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم مع بعض آداب الهدايا. هنتعلم وهنعرف في الاول يعني ايه كلمة هدية. هدية يعني حاجة انا بجيبها لحد بعبر بيها عن حبي ليه، وحاجة حد بيجيبها لي بيعبر ليا عن حبه ليا برضو. فلازم الحاجة دي تكون حلوة خالص خالص. يعني لما اجي اجيب هدية لحد لازم اعمل ايه؟ لازم افكر يا اصحابي في هدية مناسبة لي. يعني ايه هدية مناسبة لي يا اصحابي؟ يعني مثلا ما ينفعش اجيب لماما لعبة او اجيب لصاحبتي حلة ولا كوباية. لأ، لازم افكر ايه الحاجة المناسبة اللي ممكن تفرح ماما، والحاجة المناسبة اللي تفرح صاحبتي. وايه كمان يا اصحابي؟ ايه كمان انا افكر فيه؟ لازم احطها في شنطة او اغلفها بشكل جميل، ما ادهاش كده شكلها ما يبقاش حلو، مش هينفع. وايه كمان يا اصحابي؟ لازم وانا بدي الهدية اكون مبتسمة واقول للي بهديها له يا رب تعجبك وتفرحك، لان الهدية دي بتبقى شعور حلو تفرح اللي حواليا كمان. دلوقتي بقى هنتعلم آداب الهدايا. لما أنا يجيلي هدية، لو حد جاب لي هدية يا ترى المفروض أعمل إيه؟ لازم أشكره جدا 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 جدا، وأبين إن أنا فرحانة وإن أنا مهتمة بالهدية دي. ولما أخد الهدية أهتم بيها، ما ينفعش أحطها على جنب ولا أرميها تاني. يبقى لما اخد الهدية اعمل ايه يا اصحابي؟ اهتم بيها، مش اخدها احطها على جنب او ارميها. وكمان يا اصحابي افتح الهدية واعبر عن فرحتي واقول الله ده هي جميلة خالص خالص، واشكر اللي جابها لي واقول له شكرا ان انت فكرت فيا وان انت تعبت نفسك وجبت لي الهدية الحلوة قوي قوي دي يا اصحابي. دي تبقى آداب الهدايا. يا ريت كلنا يا أصحابي يبقى عندنا آداب الهدايا، ونقدر غيرنا لما يجيب لنا حاجة، أو إحنا كمان نفكر كويس قبل ما نجيب هدية لأي حد. بحبكم خالص خالص، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو بتاعنا النهاردة. باي باي.